هلو هلو، ازيكم؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا تمام. والنهارده فلوج جديد من متحف المركبات، وهنعمل انترفيو مع مديرة المعارض علشان نتكلم عن المعرض المؤقت باسم الزفاف الملكي السعيد مع استاذ رشا سعيد. ازيك يا اوشا؟ ازيك يا روشا، عامله ايه يا حبيبي؟ يا رب تكوني تمام. طبعا نورتينا النهارده وكان يوم جميل جدا بوجودك. المعرض زفاف الملك السعيد طبعا مخصص احتفاليه ذكرى مرور 86 عام على زواج الملك فاروق والملكه فريده. طبعا كان ذكرى الزواج كانت في 20 يناير 1938. احنا عندنا النهارده في المعرض عارضين العربيه اللي هي الالاي الكبرى الخصوصي، والعربيه دي اللي اتزف فيها الملك فاروق على فريده، وهي اصلا كانت هديه من الامبراطور امبراطوره اوجوني وزوجها نابليون الثالث الخديوي اسماعيل. طب س- ايه بقى العربية؟ يعني ايه عربية الاي الاي؟ الاي معنى كلمه الاي معناها فرقه او كتيبه، يعني ان العربيه دي ما كانتش لما كانت بتخرج مثلا في موكب زفاف او ايا كان ما كانتش بتبقى لوحدها، بخلاف عربيات كتيره قوي هنا كانت عادي، مثلا عربيه الكوبيه تخرج لوحديها عادي، في عربيات الحنطور ممكن لوحدها مش لازم راكبه. فكلمه الاي اصلا كلمه فرنسيه معناها راكبه او كتيبه، يعني مجموعه بتخرج مع بعضها. العربيه الالاي الخصوصي كان بيبقى معاها العربيه الالاي الكبرى اللي هي دي الاول واحده، دي اسمها الالاي الكبرى، وكان بتخرج معاها اتنين نصف الاي. بصي يا رشا، اللي هو وانتي داخله المتحف من جوه اللي على الشمال ورا دي، دي نصف الاي، وفي واحده زيها كمان، يعني كانوا بيبقوا اتنين نص الاي وواحده الاي الكبرى مع الالاي الخصوصي اللي احنا عملنا بيها المعرض. فالاربعه دول كان لازما بيخرجوا مع بعض. كانت العربيه الالاي الخصوصي اللي هي في قطعه المعرض كان بيتقدمها 8 خيول، وده بخلاف بقى اللي هو كرسي بيبقى ليها 3 مقاعد. المقعد الاولاني للسائق العربه، ورا العربيه كان بيبقى قاعد زي ما هو موجود في البانر اللي ورانا ده اللي هو الجروم، كان بيبقى فيه 2 اشخاص بيقفوا في العربيه من ورا، يعني السائق بيبقى قاعد قدام وورا الجروم 2. وظيفه الجروم ان هو لو السائق تعب فالجروم بيبدل مكان السائق، وبيعملوا ان هم بيفتحوا باب العربيه عشان السلم ينزل، فاللي في العربيه يعني بينزلوا الناس ويطلعوهم ان هم يركبوا. عربية من دي قوي. هو دي كان وظيفه الجروم، وطبعا كل واحد كان ليه زي مخصص ليه. ال8 خيول العربيه كان بيجرها 8 خيول، مع كل خيل كان بيبقى واقف زي ما احنا شايفين هنا كده يا رشا واحد امشجي، اللي هو الراجل الحافي القدمين ده اسمه الامشجي، اللي هو لابس الزي الابيض اللي ماشي ده في الارض ويبقى معاه العصايه. 8 خيول مع 8 امشجيه، وكان بيتقدمهم واحد في المقدمه في الاول اسمه الدليل، دليل الالاي، اللي هو الشخص اللي هو زي التور جايد بتاع الركبه، اللي هو بيبقى عارف مثلا الركبه هتمشي في الشارع مثلا القاهره هتيجي من هنا مثلا من عابدين راح، هو اللي بيوجه العربيه ويبقى عارف هيمشوا بيها فين. ده بخلاف سائق العربه اللي هو الشخص الموجود فوق اللي هو ده. قاعد هي دي صوره العربيه الموجوده جوه اللي احنا عملنا بيها المعرض، وهي ماشيه في شوارع رمسيس. كان ساعتها ملك فاروق قاعد جوه العربيه وكان رايح احتفال البرلمان سنه 1942 افتتاح البرلمان. فده سائق العربيه، وورا الاثنين جروم واقفين هم زي ما انت شايفه يا روشا، وتحت اللي هو الامشجي اللي هو راجل ايه اللي الامشجي ماسك العصايه ده بالظبط. وده اللي انا قلت لك عليه الدليل، اللي هو اول واحد في الركبه اللي بيبقى ايه يعني بينظم حركه سير ايه الركبه. ووراه بقى مجموعه من الفرسان في الدومو دول هم برضو 2 كانوا بيبقوا ورا الدليل، وكانوا بيبقوا ناحيه الشمال، وهم برضو زي مساعدين للدليل الركبه. فدي هي شكل موكب. دي العربيه بقى، ولك ان تتخيلي كان بيبقى بقى معاها ورا 2 نصف الاي اللي هي زي العربيه اللي انت شفتيها دي مع الالاي الكبرى، يعني كان بيبقى موكب يعني رهيب. بس العربيه دي اللي كان بيطلع معاها 8 خيول. الالاي الكبرى اللي قدامنا دي كان بيبقى معاها 4 خيول، زي بصي حتى هنا عاملين لك نموذج ليها 4 خيول بيجرها، يعني العربيه دي يجرها 4 خيول. هو في الطبيعي اي عربيه هنا فيها 2 خيول، يعني ده الطبيعي. انما العربيات دي بالذات 8 4 النص الاي كل واحد ليها 2 خيل، زي اي عربيه موجوده هنا. كان بيبقى فرس، بيبقى خيل اصيل بقى، خيل عربي. الخيول دي بتبقى خيول عربيه اصيله، وكان بيجيبوها مثلا من دول الحبشه، السودان، افريقيا، انجلترا، النمسا، كانوا بيجيبوها، وكان بيبقى لها مواصفات معينه الخيل، يعني مثلا يكون سنه صغير، شكله حلو، خالي من الامراض، بالظبط، والرجل يشوفوا الضوافر، السنان، شعره، القصه، بالظبط. ولو لقوا في اي مشكله يعالجوها عشان يخش في الركبه او بيستبعدوه خالص. احنا هنا بصي المبنى ده كان زمان مخصص للخيول، حتى بصي الشبابيك دي اللي هو بقى قبل ما يبقى متحف
المبنى دي كان مخصص للخيول اللي هي كانوا بيربوها بقى وياكلوهم ويعالجوهم والحاجات دي كلها. جميل قوي، واتمنى انكم كلكم تيجوا تشوفوه، بجد بجد هيعجبكم جدا. استنوني في حكايات حلوه كتير من معرفش حاجه. باي باي.